المكان كلية أصول دين. الزمان قبل الامتحانات بشهر. الحدث طالب مش بيحضر طول السنة، واقف قدام جدول امتحاناته وبيحاول يعرف هو ازاي في كلية أصول دين والمواد اللي مكتوبة في الجدول فيها منطق، إنجليزي، فلسفة. بيقف لمدة ثانية يستوعب وبعدها بيسأل سؤال: طب مش أنا جاي أدرس ديني؟ إيه علاقة الدين بالمواد دي؟ والسؤال ده منطقي جدا. أي حد بيتخصص في حاجة بيحصل إنه في يوم يشوف مادة في جدوله ويقول دي مادة ملهاش أي لازمة. إحنا بنحس إن المواد اللي بندرسها دي زي ما بيقول المثل قلعة جنب بحر، حاجتين مفروض ما يجتمعوش مع بعض بس حد قرر يحطهم في نفس الجدول. فإيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ علشان نفهم الإجابة هنحط قاعدة بسيطة في الأول: العلم بالصناديق مقفولة جنب بعض. العلم شبكة من الخيوط، كل خيط مربوط بخيط تاني، وانت واقف في نص الشبكة مش شايف غير الخيط اللي قدامك. وشكل التخصص اللي انت شايفه دلوقتي مش اكتمال الصورة هتظهر بشكل أوضح لما ترجع تبص لورا. تعال معايا سريعا كده، هنرجع لسنة 1946 علشان نشوف واحد بيعيش أسوأ فترات حياته. الاسم ريتشارد فاينمان، المهنة عالم فيزياء، الحالة أرمل، مراته ماتت من فترة قريبة. فالراجل كان قاعد زهقان، وبما إن اللي كان بيزهق زمان ما كانش بيفتح تيك توك، فالراجل ده قرر انه يتسلى بانه يحل معادلات فيزياء بدون هدف، مجرد تسليه. تخيل لما كان بيعوز يتسلى كان بيحل معادلات فيزياء. وفي يوم من الايام العالم ده راح الكافيتيريا في جامعه كورنيل وشاف واحد بيرمي طبق، فلما ركز مع الطبق اللي اترمى ده لقاه كان بيلف ويهتز في نفس الوقت. فقعد يفكر هل في علاقه رياضيه بين اهتزاز الطبق وبين دورانه. قعد اسابيع يحسب في معادلات بدون هدف عملي، بس كان عاوز يفهم بدافع الفضول مش اكتر. وبعدها بسنين وهو بيكتب عن حياته، فاينمان نفسه قال ان الشغل اللي وصله لجائزه نوبل طلع من نفسه اسلوب التفكير في اللعبه بالطبق اللي كان شكله ملوش لازمه. طب يا عم اسلام، دي قصه جميله جدا، بس في واحد واقف قدام جدول الامتحانات فوق شكله هيعيد السنه. ايه علاقته بالقصة دي؟ في الحقيقة القصة دي هي صلب الموضوع اللي هيعرفنا ليه أي طالب بياخد مواد شكلها يبان بره تخصصه. الإمام الغزالي كتب كتاب كامل اسمه معيار العلم، ووصف في المنطق إنه ميزان يقاس بيه صحة أي حجة أو فسادها. والمنطق ده لازم نقف معاه شوية، لأن العلم ده مش علم إسلامي أساسا، ده علم يوناني جه من أرسطو واترجم بالعربي بعد قرون من نزول الإسلام. وأول ما دخل البيئة الإسلامية ما كانش مرحب بيه، بل إن بعض الفقهاء اعتبروه علم دخيل، لحد ما الإمام الغزالي بذكائه التوفيقي حوله من علم دخيل لشيء مستحب. يعني حتى المنطق نفسه اللي هو الأداة الوحيدة اللي هتعرف تفرق بيها بين الحجة الحقيقية والمزيفة جه من بره، من ثقافة تانية خالص. فاللي درس منطق ده بعد فترة هيقابل واحد بيقول الإسلام دين عنف، وهيديله دليل شكله منطقي جدا. من غير مادة المنطق دي هيقف زي ما هو واقف قدام الجدول، هو عارف إن في حاجة غلط بس مش عارف يحدد هي فين بالظبط. علماء أصول الفقه ومنهم الإمام الشافعي اشترطوا إن المجتهد لازم يكون عارف باللغة العربية، وده لسبب بسيط: لأنك لو مش قادر تحلل الكلام وتفهم أبعاده هتغلط في فهم النص نفسه. وبالنسبة للإنجليزي نفس المبدأ بس في الاتجاه التاني. الإمام الشافعي قال لازم تكون عارف اللغة علشان تفهم النص الأصلي. طب لو حد بيتكلم عن الدين بلغة تانية هل هتقدر تفهمه؟ الإنجليزي مش مجرد لغة، الإنجليزي بوابة لملايين الأبحاث اللي بتتكتب يوميا في جميع العلوم ومن ضمنهم العلوم الدينية. فإزاي هتقدر تتعلم وتواكب تطور اللي حواليك وانت مش معاك ابسط حاجه وهي اللغه اللي هتقرا بيها العلم ده؟ والفلسفة مش تعقيد، الفلسفة تدريب على سؤال واحد: ايه الافتراض المخفي هنا؟ يعني لو واحد قالك العلم بيدور على اسباب مادية ودايما بيلاقيها، يبقى مفيش حاجة تانية غير المادة ومفيش اله. الكلام ده شكله علمي بس فيه افتراض مخفي جواه. العلم الحديث من الاول قرر انه يدور على المادة، يعني طبيعي جدا انه ما يلاقيش غيرها. ده مش لانه دور في كل حتة ولقى ان مفيش حاجة تانية، ده لانه من الاول دور من المادة بس. من غير فلسفة هتصدق الكلام زي ما هو، ومع الفلسفة هتسأل هل الكلام ده حقيقي ولا الكلام ده نتيجة انه دور في مكان واحد بس. طب يعني لازم نتعلم كل حاجة في كل تخصص علشان نبقى بنتعلم صح؟ أكيد لأ، لكن العلم مش بتعرف قيمته ولا فايدته غير بعد ما تتعلمه. عمرك وانت بتقرأ في الفلسفة عمرك ما هتكون متخيل إن في يوم من الأيام العلم ده هو اللي هيخليك تميز بين كلام شكله حلو وجواه فاضي وكلام حقيقي. وكذلك الأمر على كل العلوم الموجودة. فالقلعة والبحر مش قلعة جنب بحر، القلعة هنا هي القلعة اللي بتحمي البحر. فاينمان ما كانش عارف وهو بيحلل اللعب بالطبق إن ده هيوديه النوبل. أنت كمان مش شايف دلوقتي كل الخيوط، بس مش معناها إنها مش موجودة، معناها انك لسه باصص لقدام مش باصص لورا.